في اليوم العاشر من شهر نوفمبر لسنة 2022 جنرال موتورز وشركة المنصور للسيارات تعلن عن عودة علامة كاديلاك الأمريكية الفاخرة للسوق المصري ليتم تقديمها كمصنع للسيارات الكهربائية عالية الجودة والتجهيز، وده عبر مؤتمر صحفي ضخم في القاهرة. حضر الحفل لفيف من إدارات جنرال موتورز العالمية والسيد أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي للمنصور للسيارات، ليقدموا والأول مرة في المنطقة طراز ليريك الكهربائي الفاخر من فئة الاس يو في، وده مع الإعلان عن تقديم 5 طرازات كهربائية للسوق المصري بحلول عام 2025 دعما لرؤية مصر المستدامة لعام 2030، مع الإعلان عن تحول كل طرازات كاديلاك العالمية إلى الكهربائية بحلول عام 2030. ضمن المؤتمر الصحفي صرح السيد شيلبان أمين رئيس جنرال موتورز للعمليات الدولية: ليس هناك شك في أن مستقبل السيارات في العالم كهربائي، والأسئلة الوحيدة المتبقية هي متى وكيف. وأضاف أمين أن الابتكار هو جوهر علامة كاديلاك، وذلك لتحقيق الوعد الذي قطعناه على أنفسنا بتقديم تجربة قيادية جديدة واستثنائية تماما. وصرحت شارون نيشي المديرة التنفيذية لشركة جنرال موتورز في مصر وشمال أفريقيا قائلة: كاديلاك لها تاريخ لامع في مصر، وخاصة منذ العصر الذهبي للسينما المصرية، ويسعدنا أن نعلن عن عودة كاديلاك إلى مصر بتشكيلة سياراتها الجديدة كليا التي تعمل بالكهرباء بالكامل اعتبارا من عام 2023. أما السيد أنكوش أرورا فقد صرح قائلا: تعد كاديلاك رمزا حقيقيا للسيارات الفاخرة ذات التراث الذي يمتد إلى 120 عاما، وسيستمر مستقبلها الكهربائي بالكامل في وضع العلامة التجارية في طليعة التقدم التكنولوجي والرفاهية للعملاء، حيث تستثمر كاديلاك في مستقبل النقل الفاخر من خلال سلسلة من السيارات الكهربائية الجديدة المثيرة، بما في ذلك كاديلاك ليريك التي بيعت بالكامل في غضون ساعتين من إطلاقها للعملاء في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام. كاديلاك ليريك هتتقدم للبيع في مصر بآخر سنة 2023، والنسخة اللي اتقدمت بتيجي بمحركات كهربائية بقوة 500 حصان و610 نيوتن متر، وبتدعم ببطاريات كهربائية بسعة 102 كيلو وات في الساعة. السيارة بتيجي بنظام دفع كلي للعجلات، وتقدر تقطع مسافة 500 كيلو متر تقريبا بالشحنة الواحدة. كمان كاديلاك ليريك بتدعم خاصية الشحن السريع، ولو وصلتها بشاحن كهربائي من فئة التيار المستمر دي سي هيقدر يشحن البطارية بالقدر اللي يمشيك 125 كيلو في 10 دقايق فقط، ومسافة 265 كيلو متر لو شحنتها لمدة 30 دقيقة. أما بالنسبة للمقصورة وجودة البناء فليريك بتيجي بتجهيزات مميزة كتيرة، زي النظام المعلوماتي المتطور اللي بيجي بشاشات عرض كبيرة بقياس 32 بوصة، واستخدام الجلود ومواد البناء الفاخرة، بجانب استخدام أبواب تفتح أوتوماتيكيا لما بتدوس على مقابض الأبواب. ولو عاوزين تعرفوا باقي تجهيزاتها بالتفصيل وأسعار كل الموديلات الجديدة والمستعملة في السوق المصري، تقدروا تزوروا موقعكم www.contactcars.com.